ازيكم يا شباب تالتة اعدادي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل درس مصر بين المماليك والعثمانيين. الحصه اللي فاتت خدنا لحد مصر ابان الحكم العثماني، وقفنا هنا. النهارده بقى ان شاء الله هنكمل من اول مصر ابان يعني خلال الحكم الايه؟ الحكم العثماني. يعني هنعرف ازاي الحياه كانت في مصر والعثمانيين كانوا موجودين في الحكم. هنعرف مصر الحياه فيها كانت عامله ازاي، هنعرف الحياه السياسيه والحياه الاقتصاديه والحياه الاجتماعيه والحياه الفكريه والثقافيه. يعني ايه بقى الحياه السياسيه؟ نعرف نظام الحكم كان عامل ازاي. الحياه الاقتصاديه هنعرف الزراعه كانت عامله ازاي، التجاره كانت عامله ازاي، الصناعه كانت عامله ازاي. هنعرف في الحياه الاجتماعيه الطبقه الاجتماعيه او المجتمع كان متقسم ازاي، هل كان في طبقه وسطى وعليا ودنيا، ولا هنعرف النظام كان عامل ازاي. وهناخد اخيرا خالص الحياه الفكريه والثقافيه، هنعرف ازاي الناس كانت بتفكر. نبدا باول حاجه الحياه السياسيه. اول حاجه في الحياه السياسيه بيقول لك ايه؟ ان الدوله العثمانيه حكمت مصر 4 قرون. القرن طبعا 100 سنه، يبقى اربع قرون يبقوا كام سنه؟ 400 سنه. يبقى دلوقتي الدوله العثمانيه حكمت مصر كام سنه؟ تقول لي 4 قرون. قال لك في الاربع قرون الحكم كان جامد راكد. يعني ايه بقى جامد راكد؟ يعني قال لك اللي بننام فيه بنصبح فيه، مفيش تغير في الحكم، هي نفس السياسه اللي كانوا بيحكموا فيها. عشان كده مصر كانت ولايه معزوله عن كل المؤثرات الحضاريه، فاتسم الحكم بايه؟ بالجمود والتخلف، او الحياه كانت متسمه بالجمود والتخلف. يعني ايه بقى مصر كانت ولايه معزوله؟ يعني مصر كانت بعيده عن كل المؤثرات الحضاريه. يعني ايه مؤثر حضاري؟ واحد يجي يقول لي مصر التليفون مؤثر حضاري، التليفون لما ظهر مش اثر في الناس، ده مؤثر حضاري. الايباد مؤثر حضاري، الشاشه اللي هي بتاعت الموجوده في البيوت مؤثر حضاري، المروحه مؤثر حضاري. كل دي مؤثرات حضاريه. الحاجه الجديده اللي احنا بنعرفها وبتاثر فينا دي مؤثرات حضاريه. مصر بقى اتحكمت 400 سنه، كان حكم جامد راكد. مصر اتسمت فيها الحياه بالجمود والتخلف عشان مصر كانت ولايه ايه؟ معزوله عن كل المؤثرات الحضاريه. طيب نبدا بقى بالحياه السياسيه. يقول لك ان الدوله العثمانيه او قسمت نظام الاداره ل4 هيئات. ايه هما بقى الهيئات دول؟ نقسمهم. رقم 1 الوالي اللي هو الباشا. الوالي اللي هو الباشا ده هو اللي كان بيحكم مصر، هو اللي كان بيجمع الضرايب ويسلمها للسلطان العثماني، هو اللي كان مسؤول عن كل حاجه في كل ولايه. انت خدت في سنه ثانيه اعدادي ان السلطان بيقسم الولايات او بيقسم الدوله بتاعته الى ولايات، وبيعين على كل ولايه والي. اكيد السلطان بقى مش هينزل يقعد يحكم الولايات بنفسه، لا هو بيعين على كل ولايه والي. اول حاجه بقى كانت موجوده في مصر في الاداره، يعني اللي كان بيدير مصر كان الوالي. رقم 2 كان حاجه اسمها الديوان. ايه بقى الديوان؟ عشان تعرف الديوان لازم ناخد رقم 3 الحامية العثمانية. من اسمها كده حامية، مجموعة من الضباط بيحموا العثمانيين. الديوان بقى هم كبار ضباط الحامية العثمانية. يبقى أول حاجة الوالي اللي هو الباشا، ده اللي كان بيحكم البلد وده اللي كان بيجمع الضرايب ويسلمها لمين؟ للسلطان العثماني. تاني اللي هو سليم الأول بالمناسبة يعني. تاني حاجة الديوان. طب مين هم الديوان؟ تقول لي بص رقم 3 الحامية العثمانية اللي هم الضباط اللي بيحموا العثمانيين. يبقى رقم 2 الديوان دول متكونين من كبار إيه؟ كبار الضباط. رقم 4 والأخيرة إدارة الأقاليم، يعني الناس اللي بتدير الأقاليم الصغيرة. وقال لك إن إدارة الأقاليم كانت متكونين من البكوات المماليك. يبقى المماليك ما كانوش اختفوا، لا كانوا لسه بيديروا ايه؟ الأقاليم. يبقى دلوقتي قسمنا الحياة في مصر أو الإدارة في مصر ل4 هيئات. رقم 1 الوالي اللي هو الباشا، رقم 2 الديوان، رقم 3 الحامية العثمانية، ورقم 4 إدارة ايه؟ الأقاليم. دي الحياة السياسية. ده بقى نظام الحكم العثماني. طيب انت شايف ان النظام ده قوي ولا ضعيف؟ قال لك ان النظام ده كان ضعيف. بيقول لك ان حمل الحكم العثماني في طياته عوامل ضعفه. يعني ايه في طياته؟ يعني في داخله الحكم العثماني اصلا نفسه كان حكم ايه؟ كان حكم ضعيف. طب ليه بقى الحكم العثماني كان حكم ضعيف؟ قال لك بسبب حاجتين. رقم 1 بسبب قصر مدة حكم الوالي. الوالي اللي بيحكم يا سنه يا 2 يا 3 سنوات. طب انا دلوقتي لو والي وهحكم البلد دي سنه، هل هلحق اعمل حاجه؟ اكيد لا. طب لو عملت حاجه هل الحاجه دي هتبقى ليا؟ يعني هيبقى ليا فضل فيها؟ لا. هيجي واحد بعدي يقول انا اللي عملتها، ولو عمل حاجه هيجي واحد بعده يقول انا اللي عملتها. ليه؟ عشان انا بحكم يا سنه يا 2 اصلا يا 3 سنين. يعني انا اصلا لو عملت حاجه حلوه الناس هتنساها، ده لو اصلا لحقت اعمل حاجه.
يبقى ليه الحكم العثماني كان ضعيف؟ تقول لي بسبب قصر مدة حكم الوالي اللي بتتراوح من سنة لسنتين لثلاث سنوات. رقم 2 قال لك بسبب زيادة نفوذ الديوان والحامية العثمانية. الديوان نفوذه عمال تزيد، عمال يطلع قرارات، وهو أصلا عايز أقول لك حاجة، الديوان كانت مهنته ان هو يراقب الوالي ويعزله، كان ممكن كمان يعزل الوالي، فنفوذ الديوان عماله تزيد. الديوان لو راح قال للسلطان العثماني والله الوالي ده مش كويس، هيقوم السلطان العثماني مطير الوالي ويجيب والي مكانه. يبقى دلوقتي اصلا الديوان سلطته او وظيفته كانت مراقبه الوالي بل وعزله، يعني كان ممكن كمان يعزل مين؟ الوالي. عشان كده نفوذ الوالي كان ازيد من مين؟ او معلش نفوذ الديوان كان ازيد من مين؟ كان ازيد من الوالي. عشان كده اصلا الحكم العثماني نفسه كان ضعيف. ممكن الوالي ده يجي يعمل حاجه حلوه، فالديوان عايز فلوس وخلاص، مش عايز ان يعمل حاجه حلوه في البلد، فيروح يقول للسلطان العثماني الوالي ده وحش شيله، فيشيله، يجيب واحد فاسد عشان يدي للديوان ايه؟ فلوس، وهكذا. طبعا انتوا فاهمين الموضوع ده. يبقى دلوقتي نظام الحكم العثماني كان نظام ضعيف بسبب قصر مده حكم الوالي اللي بتتراوح من سنه لسنتين لثلاث سنوات، وزياده نفوذ الديوان والحاميه العثمانيه. طيب هناخد بعد كده ان البكوات المماليك تطلعوا الى حكم مصر. هنعرف هل حكم مصر فعلا ولا ما حكموش مصر. بيقول لك كان في واحد مملوكي اسمه علي بك الكبير. ده كان مراقب الوضع، شايف ان الحكم العثماني ضعيف وشايف ان الوالي ضعيف. قال لك طب ما تيجي اطرد الوالي بره مصر وامسك انا الحكم وارجع مصر تاني ايه؟ ولايه مملوكيه. وفعلا علي بك الكبير نجح في حكم مصر وبقى شيخ البلد. شيخ البلد يعني حاكم البلد. طيب دلوقتي مصر رجعت ولايه ايه؟ تقول لي ولايه مملوكيه. طيب انا عايز اقول لك حاجه، مصر في الاول خالص كانت اصلا مملوكيه قبل ما السلطان سليم الاول يتوسع شرقا ويجي ياخد مصر من المماليك بعد معركه الرويدانيه. بعد كده مصر بقت عثمانيه. امتى بقت عثمانيه؟ لسه قايل لك بعد معركه الرويدانيه اللي انتصر فيها العثمانيين على مين؟ على المماليك. بعد كده جت حركه علي بك الكبير رجعت مصر تاني ولايه ايه؟ مملوكيه. يبقى لحد دلوقتي مصر كانت مملوكيه، بعد ما معركه الرويدانيه بقت عثمانيه، وبعد كده جت بقت ايه تاني؟ مملوكيه. يبقى امتى رجعت مصر مملوكيه تاني؟ يقول لك بعد حركه علي بك الكبير. فعلا نجح علي بك الكبير باستقلال بحكم مصر. طيب دلوقتي علي بك الكبير عمل 3 حاجات. اول حاجه عملها راح تحالف مع الشيخ ظاهر العمر. طيب الشيخ ظاهر العمر ده كان بيحكم ايه؟ قال لك هو حاكم جنوب الشام. يبقى اول حاجه عملها راح تحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب ايه؟ الشام، راح عمل معاه تحالف. ده رقم 1. رقم 2 اخضع الحجاز لنفوذه. واحد يقول لي الله يا مستر، الدولة المملوكية قامت في مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل افريقيا الشرق المطل على البحر الاحمر. دلوقتي علي بك الكبير رجع مصر ولاية مملوكية واخضع الحجاز لنفوذه. فاضل ايه؟ فاضل الشام. فبعت محمد بك الألفي لاحتلال ايه؟ لاحتلال الشام. يبقى كده علي بك الكبير رجع الدولة المملوكية تاني اللي هي مصر والحجاز والشام. فاضل جزء من ساحل افريقيا الشرق المطل على البحر الايه؟ الاحمر. مين اللي مراقب الوضع؟ السلطان العثماني. هل السلطان العثماني هيبقى مبسوط لو الدولة المملوكية رجعت تاني؟ اكيد لا. فالسلطان العثماني راح للدراع اليمين بتاع علي بك الكبير اللي هو محمد بك ايه؟ الألفي، وقال له يا محمد بك الألفي ايه رايك نغدر بصاحبك علي بك الكبير وتبقى انت شيخ البلد، امسكك انت حكم مصر؟ فمحمد بك الألفي وافق، وفعلا محمد بك الألفي انحاز للسلطان العثماني وانقلب على علي بك الكبير، ورجعت مصر ولايه عثمانيه تحت قياده شيخ البلد محمد بك الايه؟ محمد بك الألفي. يبقى محمد بك الألفي راح فعلا انحاز للسلطان العثماني وانقلب على صاحبه علي بك الكبير، ورجعت مصر ولايه عثمانيه مره تانيه. يبقى مصر كانت مملوكيه وبعدين بقت عثمانيه، وبعدين رجعت مملوكيه، وبعدين رجعت عثمانيه. امتى اخر مره رجعت عثمانيه؟ تقول لي بعد انحياز الألفي لمين؟ للسلطان العثماني. في حاجه صعبه؟ لا. تمام. ناخد بعد كده الحياه الاقتصاديه خلال الحكم ايه؟ العثماني. هنعرف الحياه الاقتصاديه كانت عامله ازاي في مصر ايام الحكم العثماني. هناخد الزراعه وهناخد الصناعه وهناخد ايه؟ التجاره. نبدا بالزراعه. بيقول لك ان الزراعه تدهورت ايام
الحكم العثماني. أيام يعني خلال الحكم العثماني. ليه بقى تدهورت خلال الحكم العثماني؟ قال لك بسبب 3 حاجات. رقم 1 بسبب إن الدولة العثمانية أسست الزراعة على أساس حاجة اسمها حق الانتفاع. يعني ايه يا مستر حق الانتفاع؟ قال لك ان حق الانتفاع ان الارض الزراعيه هتكون ملك للدوله، وهي اللي هتؤمر الفلاح بزراعه الارض الزراعيه. تمام، حلو خالص. طيب الفلاح ليه حريه انه يتصرف في الارض الزراعيه؟ قال لك لا، الفلاح الدوله بس هي بتكلف الفلاح انه يزرعها، بس الفلاح ليس له حق التصرف في الارض ايه؟ الزراعيه. يبقى تاني، هو حق الانتفاع ان تكون الارض الزراعيه ملك لمين؟ ملك للدوله، ويتم تكليف الفلاح بزراعتها وليس له حق التصرف ايه؟ فيها. ده رقم 1. قال لك مع تدهور الزراعه الدوله طبقت نظام الالتزام. ايه هو بقى نظام الالتزام يا مستر؟ انا عرفت يعني حق الانتفاع. بص يا حبيبي، نظام الالتزام ان انا هجيب واحد اسمه الملتزم يلم ضرائب من الناس بس. ده نظام الالتزام، بس مش من كل الناس، من الفلاحين بس. يبقى انا هجيب واحد اسمه ملتزم يلم ضرائب من الفلاحين. في حاجه صعبه؟ يبقى تاني، نظام او حق الانتفاع اللي الدوله اسست الزراعه على اساسه. حق الانتفاع ان تكون الارض ملك للدوله وهي يتم تكليف الفلاح بزراعتها وليس له حق التصرف فيها. نظام الالتزام ان الدوله بتجيب ملتزم بيلم ضرائب من الفلاحين. مفيش حاجه صعبه، حلو خالص. بيقول لك بعد كده تدهورت مش الزراعه بقى، تدهورت الزراعه واحوال الفلاحين نفسهم. ليه بقى تدهورت احوال الفلاحين؟ قال لك بسبب حاجتين، بسبب فرض الضرائب، كانوا بيفرضوا ضرائب كتير، وبسبب تعنت وتعسف الملتزمين. يعني ايه بقى يا مستر تعسف الملتزمين؟ قال لك الملتزم اللي الدوله كانت بتخليه يلم الضرائب، كان مثلا الدوله بتقول له انا عايز الم 3 قروش، فالمفروض دلوقتي يروح الفلاح يقول له انت عليك ضريبه كام؟ 3 قروش. لا، يروح للفلاح يقول له انت عليك ضريبه 7 قروش، ياخد 3 يديهم للدوله ويحط 4 في جيبه. ده اسمه ايه؟ تعسف الملتزمين، بيسرقوا يعني من الناس. بعد كده ليه بقى تدهورت احوال الفلاحين؟ قال لك بسبب اهمال الطبقه الحاكمه. اهملت ايه بقى؟ تنظيم الري واقامه السدود وحفر الترع. دلوقتي الميه اصلا مش بتوصل للارض عشان مفيش ترع ومفيش سد، واصلا مفيش تنظيم ري. ما انا هزرع ازاي؟ يبقى الطبقه الحاكمه اهملت ال3 دول، عشان كده تدهورت الزراعه وتدهورت مع احوال الفلاحين. دي كانت الزراعه. خش بعد كده على الصناعه. بعد كده هناخد الصناعه. بص بقى يا حبيب قلبي، في الصناعه انا عايز اسالك سؤال. اللي يسالني يا مستر، انا دلوقتي لو عندي تيشيرت قطن، هل انا بزرع تيشيرت قطن؟ لا، تقول له انا بزرع ماده خام اللي هي القطن وبوديها المصنع، فالمصنع بيصنع من الماده الخام اللي هي القطن تيشيرت قطن. طب دلوقتي لو انا مش هزرع القطن، هل هيبقى فيه تيشيرت؟ تقولي لا. يبقى تدهور الزراعه هيؤدي الى تدهور الصناعه. مبدئيا كده اصلا الصناعه تدهورت ايام الحكم العثماني. طب بما تفسر بسبب تدهور ايه؟ اول حاجه تدهور الزراعه. يبقى الصناعه تدهورت والزراعه تدهورت. طب تدهور الزراعه عدى لتدهور ايه؟ الصناعه. ده رقم 1. رقم 2 قال لك ان الدوله العثمانيه كانت بتنقي امهر الحرفيين والصناع وتبعتهم لعاصمه الدوله العثمانيه. يبقى الدوله العثمانيه كانت بتيجي مصر تقول لك فين امهر الحرفيين والصناع؟ يقول لك انا. يقول لك طب تعالى مالكش دعوه بمصر وهبعتك فين؟ للاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. يبقى رقم 2 اللي ادى الى تدهور الصناعه ارسال امهر الحرفيين والصناع الى فين؟ الى حاجه اسمها الاستانه، والاستانه دي هي عاصمه الدوله الايه؟ الدوله العثمانيه. عشان كده اتدهورت الصناعه. نخش بعد كده على التجاره. طبعا انا عندي نوعين من التجاره، عندي تجاره داخليه وعندي تجاره خارجيه. التجاره الداخليه اتدهورت والتجاره الخارجيه اتدهورت. طب ليه التجاره الداخليه اتدهورت؟ قال لك بسبب 3 حاجات. افتقاد الامن، مفيش امن وامان. في قافله تجاريه مثلا ماشيه من جنب الصحراء، يطلع عليها سكان البدو ياخدوا كل اللي فيها. دي بقى بنسميها ايه؟ سكان البدو، غارات البدو، يعني هجمات البدو. يبقى رقم 1 افتقاد الامن، رقم 2 غارات البدو، رقم 3 التجاره اتدهورت عشان الزراعه اتدهورت والصناعه اتدهورت. ما دلوقتي مفيش زراعه يبقى مفيش صناعه، يبقى مفيش ايه؟ مفيش تجاره. ما انا هتاجر ازاي اصلا وما عنديش حاجه اتاجر بيها؟ تمام. دي التجاره الداخليه. ليه بقى التجاره الخارجيه اتدهورت؟ وركز معايا.
قال لك ان التجاره الخارجيه اتدهورت بسبب حاجتين. اول حاجه فيهم اكتشاف حاجه اسمها طريق رأس الرجاء الصالح. اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ده ادى الى تدهور التجاره الخارجيه. طب ايه هو يا مستر السبب الثاني؟ قال لك حاجه اسمها الامتيازات الاجنبيه. مش فاهم يا مستر يعني ايه امتيازات اجنبيه؟ بص كده، صلى على النبي. ده انا عندي تاجر مصري وده تاجر اجنبي. التاجر المصري مثلا هيصنع قلم والتاجر الاجنبي هيصنع قلم. التاجر المصري القلم واقف عليه ب3 قروش والتاجر الاجنبي القلم واقف عليه ب3 قروش. لحد دلوقتي تمام؟ تمام. الدوله تيجي تقول للتاجر المصري انا هفرض عليك ضريبه 2 قرش، يبقى كده القلم واقف على المصري بكام؟ ب5 قروش. تيجي تقول للاجنبي انا هعفيك من الضرايب، يبقى كده القلم واقف على الاجنبي بكام؟ ب3 قروش. تمام؟ المصري عشان يكسب لازم يبيع القلم ب8 قروش، ده القلم واقف عليه ب3 قروش، فهيبيع القلم ب6 قروش. انت دلوقتي مخير قدامك قلم مصري ب8 قروش وقلم مستورد ب6 قروش، اكيد هتشتري ايه؟ المستورد. عشان كده التجاره الداخليه والخارجيه اتدهورت بسبب حاجه اسمها ايه؟ الامتيازات الاجنبيه. ايه هي الامتيازات الاجنبيه؟ اعفاء الاجانب عن الضرائب. الدوله العثمانيه ما كانتش بتفرض ضرائب على مين؟ على الاجانب. عشان كده الحاجه بقت غاليه على المصري وبقت رخيصه على الاجنبي. عشان كده الاجنبي لما كان بيغلي حتى كان بيبقى اقل من مين؟ اقل من المصري. وده شيء ادى الى تدهور التجاره الخارجيه. وبكده تكون شرحت لك ازاي الحياه الاقتصاديه تدهورت ايام او خلال او ابان الحكم ايه؟ العثماني. بعد كده عندنا اخر حاجتين. اول حاجه فيهم الحياه الاجتماعيه. عايزين نعرف الحياه الاجتماعيه كانت عامله ازاي ايام الحكم العثماني. يعني الطبقات الاجتماعيه، هل كان في غني؟ كان في فقير؟ كان في حاكم؟ كان في محكوم؟ قال لك ان الحياه الاجتماعيه ايام الحكم العثماني قسمناها الى فئتين. كم فئه؟ الى فئتين، فئه حكام وفئه محكومين. يبقى تاني، الحياه الاجتماعيه ايام الحكم العثماني قسمناها لكام فئه؟ فئتين، فئه حكام وفئه محكومين. الحكام تكونوا من 2، الاتراك والمماليك، دول اللي كانوا بيحكموا البلد. طيب فئه المحكومين قال لك قسمناها الى طبقتين، طبقه وسطى وطبقه دنيا. طيب الطبقه الوسطى اتكونت من مين والطبقه الدنيا اتكونت من مين؟ قال لك ان الطبقه الوسطى اتكونت من علماء الازهر والمشايخ، واتكونت برضو من كبار التجار. طيب الطبقه الدنيا بقى اتكونت من مين؟ قال لك اتكونت من الفلاحين الغلابه وصغار الحرفيين وعامه الناس، باقي الناس. والطبقه دي عانت من الفقر، عد معايا بقى، والجهل وانتشار الامراض والاوبئه. وعلى فكره في حته صغيره كده، في فرق بين المرض والوباء. المرض ان انا مثلا واحد يجي لي مرض مثلا لا قدر الله، يعني حد يجي له الكبد او الكلى، ده مرض مش معدي فهيجي له هو بس، مش هيعدي حد تاني. ممكن واحد بقى تاني يجي له مثلا دور برد فيعدي حد، يعدي حد، ده يعدي حد، اسمه وباء. الوباء المرض اللي بينتشر بين الناس، المرض يعني اقل شويه من الوباء، ما بينتشرش بين حد. دي ايه؟ دي تحنيكه كده على الماشي يعني. المهم، يبقى في الحياه الاجتماعيه قسمنا مصر الى فئتين، فئه حكام وفئه محكومين، ناس بتحكم وناس بتتحكم. الحكام كانوا الاتراك والمماليك، ودول كانوا ايه؟ هم اللي بيتولوا الشؤون الاداريه، يعني الشؤون اللي بيديروا بها البلاد. المحكومين قسمناها الى طبقتين، طبقه وسطى وطبقه دنيا. الوسطى اتكونت من كبار التجار واتكونت من العلماء ومشايخ الازهر، والدنيا تكونت من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامه الناس. والطبقه دي عانت من الفقر والجهل وانتشار الامراض والاوبئه. دي كانت الحياة الاجتماعية. آخر حاجة هناخدها النهاردة هي الحياة الفكرية والثقافية. في حتة صغيرة كده هناخد الحياة الفكرية والثقافية. هنعرف الناس ازاي كانت بتفكر. قال لك الحياة في مصر، الحياة الفكرية والثقافية في مصر اتسمت بالجمود والتخلف. الحياة جامدة، محدش بيفكر في حاجة جديدة. طب ليه اتسمت بالجمود والتخلف؟ قال لك بسبب العزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على المصريين. الدولة العثمانية فرضت دول المصريين، ودي المؤثرات الحضارية. الدولة العثمانية فرض عزلة على المصريين، مش مخليه المصريين أصلا يبصوا للمؤثرات الحضارية. احنا مش بنتأثر بحاجة، احنا مش عارفين حاجة.
دلوقتي مثلا لو حاجه اكتشفوها في اوروبا جديده المصريين مش عارفينها، لو حاجه اكتشفوها في امريكا المصريين مش عارفينها، ايا كان اي حاجه بيكتشفوها المصريين مش عارفينها. طب ليه؟ بسبب العزله التي فرضها الدوله العثمانيه على المصريين. عشان كده الحياه الفكريه اتسمت بالجمود والتخلف. طب ما النتائج المترتبه على تدهور الحياه الفكريه والثقافيه في مصر؟ قال لك 3 حاجات. لما الحياه الفكريه والثقافيه تتدهور هتتدهور الحياه الادبيه، اللي هو الشعر، ان حد اصلا يعرف يقرا ويكتب ويقول شعر. هو اصلا احنا بعاد عن المؤثرات الحضاريه ومفيش اصلا فكر كويس وفي جمود وتخلف. في ناس تقدر تكتب شعر، في ناس هتفكر، لا يبقى تدهور الحياه الادبيه. ده رقم 1. بيقول لك رقم 2 اهتزاز مكانه الازهر العلميه، محدش خلاص بقى يسمع لهم، فاهتزت مكانه الازهر العلميه. بيقول لك ما بقاش فيه اهتمام بالعلوم الطبيعيه زي الكيمياء والفيزياء والاحياء، ولا العلوم العقليه زي مثلا علم النفس والفلسفه، ولا العلوم الرياضيه اللي هو الجمع والطرح وهكذا. بس كان فيه اهتمام بالعلوم الشرعيه اللي هو الدين. يبقى لما يجي يقول لك مثلا سؤال لم يكن فيه اهتمام بالعلوم الطبيعيه ولا الفكريه ولا الثقافيه ولا العلميه ولا الرياضيه، بس كان فيه اهتمام بالعلوم تقول له العلوم الشرعيه. يبقى رغم تدهور الحياه الفكريه والثقافيه في مصر الا ان كان هناك اهتمام بالعلوم او بعض بقى اهتمام بالعلوم الشرعيه. اخر حاجه خالص انتشار الجهل والخرافات والدجل والشعوذه. خلاص محدش بقى عارف حاجه. مثلا واحد يتعب له ياخد دور برد يقول لك انا محسود. طب يا عمي بقى الانسان مبتلى يعني، وبعدين لكل دواء. يعني انت عندك دور برد، بدل ما تقعد تقول انا محسود ما تروح تشوف العلاج بتاعك. يعني دي حاجه غريبه. حتى انا بشوف ناس مثلا في الصيدليات، انت واقف مثلا في صيدليه يجي لك واحد يقول لك والله ده انا تعبان ومحسود وعندي كذا وكذا وكذا، ويجي ياخد الروشته مثلا ب 300 جنيه. طب ما تحمد ربنا ان اصلا دور البرد ده جاي لك اصلا يعني وانت معاك فلوس. ممكن يجي لك وانت مش معاك فلوس، ساعتها ولا هتكشف ولا هتجيب العلاج، فهتتعب ويجي لك امراض تانية ممكن تموت والله اعلم. فانت يعني خليك ايجابي شويه. انت مثلا حصل لك ابتلاء، فانت قول الحمد لله ان الابتلاء جالي وانا اصلا واقف على رجلي، وانا اصلا قادر اتحرك، وانا معايا فلوس اجيب العلاج بتاعي، وانا معايا فلوس اقدر اعالج الموقف. يعني خليك ايجابي شويه، ما تقولش يا انا ربنا ده انا مبتلى، ده انا كل مصايب الدنيا بتحصل. لا ما تفكرش بالطريقه دي، فكر بالطريقه الثانيه. انت مثلا دلوقتي واحد في ثانويه عامه او واحد في ثالثه اعدادي، تقعد تقول يا نهار ابيض ايه المناهج دي كلها، انا الدنيا صعبه، انا مش عارف ايه. يا عم سيبها على الله، ذاكر واجتهد وسيبها على الله، واحمد ربنا ان انت اصلا في ثانويه عامه، او احمد ربنا اصلا انك في اعدادي، احمد ربنا انك بتعرف تقرا وتكتب، احمد ربنا انك بتعرف تفك الخط. لحد دلوقتي في مصر في ناس ما بتعرفش تفك الخط. يعني تفك الخط يعني يقرا اي حاجه اصلا، في ناس ما بتعرفش تعمل كده. انت ربنا مديك نعم يا عم، احمد ربنا انك شايف اصلا الحروف، احمد ربنا انك سامع المدرس وهو بيتكلم، احمد ربنا انك شايفه. في ناس تانية يعني اللي هم الناس الكفيفه واللي ما بيسمعش اصلا يعني وبيعرف يقرا ويكتب، سبحان الله. فانت احمد ربنا ان عندك نعم كتير، بدل ما تقعد تصيح على الفاضي تبقى زي العيال الصغيره، العيال اللي بتقعد تعمل عارف العيال بتاعت التيك توك دي، ما تبقاش منهم يعني، مش هتستفاد حاجه. انت عيل صغير عايز تعيش حياتك، عايز تلعب وتهزر وتروح وتيجي وتنزل فيديوهات على التيك توك، وعايز تبقى صايع وتعرف الناس انك شاب وروش وبتاع، بس بحدود. خلي في حدود، في حدود لكل حاجه. انا يا عم كنت زيك، كنت عندي فتره مراهقه ومرت الحمد لله بكل ما فيها. انا على فكره كنت فتره مراهقتي هادي جدا كمان، ما كنتش بتعفرت. بس يعني انا بشوف شباب كتير جدا 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 يعني شتايم وحلقات ملهاش لازمه، ما فيش صلاه، هي شتايم وفي اعتداء على الدين وفي اعتراض على الحياه، وليه وانا ليه اتخلقت وانا عايز انتحر. يعني لا ده غلط. احنا عارف ان انا دخلت في سكه غير السكه، بس ده كله غلط وانت عارف ان ده غلط. كل واحد فينا عارف ايه الغلط وايه الصح. انا مش محتاج اقول لك ايه الغلط اصلا وايه الحرام، انا عارف وانت عارف. بس طالما انت عارف بلاش تمشي في السكه دي، خليك ماشي في السكه الكويسه اللي انت عارف ان هي كويسه. السكه دي هتبقى مش هقول ممله، بس انت عشان هتبقى فاضي شويه في السكه دي وعندك وقت. اصل انت مثلا لو صحيت الصبح صليت وذاكرت، شوف انت عندك وقت بقى تعمل اي حاجه، يعني اعمل حاجه ليها لازمه. لكن انت عايز تصحى الصبح
تغسل وشك، ما تستحماش كمان. عارف الناس اللي هي بتعمل شعرها كيرلي اللي ما بتستحماش دي، تغسل وشك تنزل على طول تقعد تلعب، بتروح عند صاحبك ده، تروح عند صاحبك ده وتتكلم عن فلان، وتتكلم عن فلانه، وتقعد تعمل كذا حاجه غلط، فتملى وقتك بالحاجات الغلط وانت ناسي ان انت عمال تملى وقتك بالحاجات الغلط. المفروض تملى وقتك بالحاجات الصح، ما تملاش وقتك بالحاجات الغلط، لان ده غلط اصلا. الشيطان عمال يزهيك، انت ماشي ورا الشيطان، هو عمال يزهيك وانت ماشي وراه، هو ماشي قدامك كده وانت ماشي وراه. طب هتفضل ماشي وراه لحد امتى يعني؟ لحد الوقت هيفوت يا ابني يعني، الايام بتخلص والسنين بتخلص والسنين بتعدي. على فكره انا مدرس بس انا صغير جدا يعني، ممكن محدش فيكم اصلا يتوقع السن بتاعي، صغير جدا. بس انا حصل لي موقف فادركت ان الحياه فانيه، فانا دلوقتي ما قداميش حل غير ان انا اصلي واشتغل وابقى كويس، بس ما قداميش حل اهزر واقعد اجري والعب، ما انا ممكن اموت في اي لحظه. طب استفدت ايه؟ ما جربتش ان انا اشتغل، ما جربتش ان انا اتعب، ما جربتش ان انا ابقى كويس. فده اللي غير التفكير واتجاهي، بدل ما انا اقعد العب، لا يا عم انا هرمي اللعبه ده على جنب، وعايز ابقى شخص ليه قيمه، عايز ابقى شخص قدوه لبعض الناس، عايز ابقى شخص الناس بتشوفه تقول لا الراجل ده كويس مش وحش. اتمنى تكونوا فهمتوا يعني، مش عايز بس اطول عليك عشان انا بني ادم رغاي، ودي حاجه مش كويسه يعني، وبفضفض بكلام كتير. فالمهم احنا كنا فين؟ كنا في الحياه الفكريه والثقافيه، وخدنا من نتائج تدهور الحياه الفكريه والثقافيه انتشار الجهل والخرافات والدجل والشعوذه. الناس خلاص ما بقتش بتمشي ورا علماء الازهر اصلا، لان مكانه الازهر اتدهورت، محدش بقى يهتم بيها. فاحنا ما بقاش نعرف ان مثلا لو جه حد جاله مرض، احنا مش عارفين ان المرض ده ابتلاء من ربنا، فالمفروض نروح ليه نتعالج. لا الناس كانت بتروح لدجال، اصل انا معمول لي عمل يا شيخ، فايه لو فكته لي دور البرد ده هيروح. ده كان فكر الناس. احنا كده خلصنا الدرس الحمد لله. ان شاء الله باذن الله الحصه الجايه المفروض هناخد الحمله الفرنسيه. طبعا الحمله الفرنسيه اللي عملها نابليون بونابرت. انا عارف على فكره، انا اخر فيديو نزلته كان من شهر، وانا جيت من شهر قلت لك ان انا هنزل منهج التاريخ كله، وتقريبا قلت الجغرافيا والله ما فاكر، بس ان شاء الله هنحاول ننزل حاجات كتير. انا والله مش فاضي خالص، لان انا مش شغال في السنتر بس، انا شغال كمان في صيدليه، عشان كده جبت مثال الصيدليه يعني بالمناسبه. فالوقت يا دوبك، الواحد لسه بيبدا حياته برضه، عايز يملى وقته بشغل عشان يقدر يصرف على الالتزامات بتاعته كويس. فما بيجيش وقت ان انا اصور كتير، ببقى مثلا مروح من الصيدليه بالليل تعبان، فخلاص انا ما عنديش وقت بقى او مش ما عنديش وقت، ما عنديش طاقه اصلا البس واجي اصور واقعد اتحرك واكتب وامسح ومش عارف ايه. بس يعني خليها ودي، ان شاء الله هنزل الحصه الجايه، معرفش امتى عشان ما اوعدكش بميعاد واجي ما اوفيش بالميعاد، بس ان شاء الله هننزل حصه ثانيه ان شاء الله باذن الله اكيد يعني. الحلقه الفرنسيه لو نزلت هتنزل حلقتين، التاريخ طويل شويه، في حلقات ممكن تنزل على درس واحد، زي مثلا توليه محمد علي حكم مصر، ازاي اصلا محمد علي تولى حكم مصر. انا في السنتر اصلا انا خلصت الدروس دي، انا عارفها يعني كويس الحمد لله. فدي دروس هتخلص في حصه، بناء مصر الحديث هتخلص في حصتين وهكذا. بس انا ان شاء الله عايز اخلص اكبر قدر ممكن الايام دي. النهارده والله انا كنت قاعد، المفروض كنت هنام عشان عندي حصه الساعه 10 الصبح، بقوم لها الساعه 8 الصبح، بقوم احضر واعمل كام حاجه كده. بس قلت يلا والله انا قاعد فاضي، ما اقوم اصور، ومش مهم يعني انام شويه صغيرين، ما الحقش انام كتير يعني مش مهم، بس المهم ان اصور وانزل حاجه على اليوتيوب. فانت لو فهمت حاجه اصلا يعني، وان شاء الله تكون فهمت، والحصه تكون فيها بركه يعني، شير الفيديو لاصحابك. انا عارف ان انا لسه في البدايه، مش معروف قوي، ومش مهتم ان ابقى معروف اصلا، ولا السنه دي ولا السنه الجايه ولا السنه اللي بعدها، ومش مهتم بالفيوز معلش، ومش مهتم باللايكات، ومش مهتم بالشير ولا حركه الاكسبلور. انا سايب الفيديو كده، حتى انا ممكن اشيره مثلا على الفيس وعلى الواتساب وخلاص وبريح دماغي يعني. فوالله الفيديو ينتشر ما ينتشرش ده شيء انا لا اهتم بيه، بس المهم ان الفيديو يكون فيه افاده اللي بيتفرج عليه بس كده. واتمنى ان لو انت استفدت الفيديو شيره لاصحابك. كان معكم مستر محمد خالد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.